قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. صلى عليه الله وصلت عليه ملائكة الله، وأمر الله المؤمنين بالصلاة عليه فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرنا ليه؟ اجتمعنا ليه؟ بفضل الله أولا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلنا فرحانين أكيد إن شاء الله. نفرح قوي بقى لما نعرف إن العقد، كنا هنا العصر كمان يعني الناس زهقت مننا بصراحة. العقد إن شاء الله عقد أستاذ خالد صابر شحاتة على العين والرأس، بارك الله فيه، قولوا آمين. والعروسة إن شاء الله كريمة الأستاذ أحمد ماهر فشطة على العين والرأس أيضا، فجزاكم الله خيرا، سعيكم مشكور إن شاء الله. ونفرح أكثر لما نسمع كلمة تهنئة من أستاذنا الفاضل فضيل الشيخ كامل الشرقية فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. الحقيقة في كلام دايما بيتقال على المنابر وفي المجالس، بيبقى كلام جميل ومؤثر، ولكن خروجه إلى أرض الواقع بيكون قليل. ما بلاش أقول معلوم يعني، لكن بيبقى قليل. فغالبا ما تكون الكلمات بخصوص اختيار والتدقيق في الاختيار وحسن الاختيار من الجانبين يعني، وبحسن المعاشرة، وازاي البيت يبقى سعيد، وازاي الحياة تستمر بمشاكل سهلة ممكن تتحل، لأن ما فيش حاجة اسمها بيت يخلو تماما من المشاكل، ما فيش، لأن الحياة الزوجية جزء من الحياة، والحياة قال الله تبارك وتعالى فيها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والكبد المشقة والتعب، فالحياة الزوجية فيها مشقة وفيها تعب لا شك، وفيها مشاكل، بس مشاكل الحاجات اللي بتتقال من المشايخ مشاكل يمكن السيطرة عليها ويمكن حلها وبسهولة. بنقول في المجالس دي إن مما يعني يؤدي إلى حسن العشرة وإلى إيجاد السعادة في الحياة بين الزوجين حسن المعاشرة، لا سيما أن الوصايا كانت دائما للرجل: استوصوا بالنساء خيرا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن المرأة إذا أراد الرجل أن يستمتع بها فإنه يستمتع بها على عوج. ليه؟ لأن المرأة لها طبيعة والرجل له طبيعة. طبيعة المرأة تميل دائما إلى العاطفة، لا يعنيها ولا يهمها الحياة المادية ولا السياسة ولا الاقتصاد ولا هذه الأمور، وإلا تبقى سيئة أعمال، إنما هي تهتم بالحياة العاطفية والقلبية، تميل إلى الكلام الناعم الجميل. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ورفعك اللقمة إلى في امرأتك لك به أجر، أو لك به صدقة.
صلى الله عليه وسلم القدوة ورغم مشاغله وأعبائه إلا أنه أعطى نموذجا فريدا عجيبا في كيفية التودد وحسن المعاشرة لما خرج مع الجيش ومعه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فتسابقا، عملوا مسابقة جري. الكلام ده يبدو غريبا على الناس، وإذا قيل في المجلس فكان كلاما جميلا، لكن خروجه إلى حيز التنفيذ صعب. مين اللي هيسيب بيته ومشاكله وأعباء الحياة ثقيلة ويقول لمراته ما تيجي نخرج على قاعة السلام السابق ولا كلام من ده؟ هتقول له طب وماله؟ يرجع يقول لها والله الناس تضحك علينا، لما يشوفوا اتنين بيجروا كده يقولوا الناس دي جربها ايه؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم عملها وعملها مرتين. بتقول السيدة عائشة إن أول مرة سبقني ولا سبقته؟ سبقت في أول مرة. فجت المرة الثانية وبتقول كنت قد حملت اللحم، يعني وزني زاد، فسبقني فضحك وقال هذا كلمتين، يعني احنا كده ايه متعادلين، وعايزين نبقى متعادلين في كل حاجه عشان ما نحصلش مشاكل لا قدر الله لا سمح الله. ونسال الله سبحانه وتعالى للزوجين حياه سعيده، اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك فيهما واجمع بينهما في خير، اللهم صب عليكم خير صبا صبا ولا تجعل يا رب عيشهما كدا كدا. وقبل ان اسلم الميكروفون تقدم بخلص التهنئه الى الاستاذ احمد ماهر قشطه والى الاستاذ صابر شحاته، سائلا الله تبارك وتعالى للزوجين حياه سعيده موفقه هنيئه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزا الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء.